يا صباح الورد والفل والياسمين والجمال على عينكم الحلوين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اشرف الخلق اجمعين صلى الله عليه وسلم. تعالوا بقى نعمل النهارده كل حاجه في وقت على السريع كده. تعالوا نشوف هنعمل ايه. اولا انا كان عندي بط، فذبحت بقى ونضفت وعينته في الفريزر، فطلعت بطايه سبتها طازه يعني من غير ما تتجمد. قلت هطبخها النهارده. طب هطبخها مع قلت هعمل محشي، لان عندي صلصه من رمضان. كنت كل ما اجي اسبك للمحشي اسبك وازود شويه، بحيث ان انا علبه تبقى جاهزه معايا لمحشي يعني مستعجل او ضيوف غفله او كده. زي اخر جمعه في رمضان كده كان جالي، كان عندي عزومه وما كنتش ناويه محشي خالص، فكل حاجه كانت جاهزه في الفريزر ما شاء الله يعني. الكرنب مسلوق، وكمان الصلصه مسبكه والخضار متقطع وكل حاجه. فطلعت على طول وعملت محشي، ما خدش مني وقت خالص. تمام. فانا بقى عندي صلصه جاهزه. حمرت بصل، الصلصه طبعا فيها بصل كتير يعني انا مش محتاجه بصل، بس انا مش هحمر البصل كمان، انا هدبله عشان يفضل مسكر. تمام. وبفرم زي ما انتم شايفين شويه توم. المحشي بقى بيحب التوم، في ناس يقول لك لا احنا ما بنحبش المحشي بالتوم، بس جربيه بالتوم كده يا سلام على الجمال. على فكره التوم بيزود المناعه، فحلو جدا ضيفيه لاولادك. تمام. انا بوريكم بس العلبه اللي كان فيها المحشي اهو، صلصه محشي كانت في الفريزر. تمام. فانا بقى طلعتها سبتها يعني حوالي نص ساعه كده، فكت في ساعتها. الصلصه من الحاجات اللي ما بتاخدش وقت ان هي تتفك اهو. دي صلصه المحشي جاهزه معايا اهي. هزود لها بقى الخضار اللي انا مفرزاه، بس الخضار ما بطلعوش من الفريزر. يعني انا خلاص هحشي او هقلب الخلطه في بعضها، احط الخلطه الخضار والخلطه على النار في ساعتها عشان ما ينزلش ميته. تمام. هما كانوا اخر علبتين خضار عندي، شبت وكزبره وبقدونس. عفوا. وبما ان صلصه المحشي فيها بهاراتها، انا ما زودتش حاجه غير ذره فلفل اسمر وكمون وكزبره، البهارات الاساسيه في كل بيت مصري اللي احنا متعودين عليه. الرز طبعا انا غسلاه ومصفياه ومجهزاه. هبدا بس احط الخضار، وبعد ما احط الخضار ده نعناع على فكره انا بحبه في المحشي. بعد ما احط الخضار احط الرز واديله تشويحه على النار عشان ما يبقاش فيه صوص كده او ميه، وبعدين على طول ابدا احشي. تمام. الحله ده انا بحب اعمل فيها خلطه المحشي قوي، لان بجد هي تيفال بس بدات تقشر كده. قولوا لي بقى لو في التعليقات لو حد يعرف اشيل باقي القشر ده اخليها كلها الومنيوم ازاي، لان هي غويطه بتشيل معايا كميه كبيره، وهي عندي من زمان قوي ومعتزيه بيها يعني. شايفين الخضار طالع من الفريزر فريش خالص اهو، لونه اخضر زي ما هو، لا اسود ولا غير لون. لو انت سبتيه بره الفريزر حوالي دقيقتين 3 بس هتلاقيه اسود معاكي. تمام. فالخضار من الحاجات اللي تطلع وانت رايحه تدخليها على النار على طول زي ما انا بعمل كده. هو انا عامله علبتين، فيعني المفروض احط علبه واحده، بس احنا بنحب الخضره في المحشي كتير، بتديله ريحه وطعم حلو يعني. فانا حطيت دي اول علبه، والتانيه مسافه ما يتحطوا في النار هينزلوا ميتهم وحجمهم هيقل هينكمش كده. تمام. اللهم اني استغفرك واتوب اليك. عايزه منكم تشجيع، لان بجد بتعب جدا في الفيديوهات. عايزه منكم بس لايكات، كومنت حلو كده منكم، تشيروا الفيديو مع اصدقائكم، وان شاء الله في افكار هتعجبكم. طب احنا عملنا ايه في الفيديو النهارده؟ انا كان عندي بقى جاي لي شويه فلفل حاميين، فشلت الاحمر لوحده والاخضر لوحده، غسلتهم وحطيتهم ينشفوا. وبخلل الفلفل الاخضر بطريقه عبقريه اقول لكم عليها في نهايه الحلقه، لان انا مخللاه في نفس الحلقه. وهعمل الفلفل الاحمر للمش، هنشوفه برضه هنفرمه ازاي ولا هنعمله ازاي ولا هشتغل فيه ازاي. تمام. بس انا قلت اخلص المحشي الاول واولع عليه، وبعدين اشوف بقى الحاجات اللي عندي في المطبخ تاني عشان ما تبص عندي. تمام. انا فضيت الرز اهو. طبعا الملح هظبطه، يعني ما تشتغليش كده وتقولي ده انا حاطه الصلصه فيها ملحها، لا اظبطي الملح، دوقي كده حبيتين، احنا ما احناش في رمضان، وشوفي ملحك. لو مش مظبوط حطي ذره ملح، مظبوط تمام قوي. هديله بقى تقليبه، بما ان الشبت والكزبره نزلوا ميتهم فلازم، وطبعا الرز مهما صفطيه هيبقى فيه صوص خفيف كده او ميه خفيفه، فعايزين كله يندمج مع بعضه وفي نفس الوقت ما يبقاش فيه صوص اهو. ما شاء الله العلبه دي عملت معايا كتير يعني، ما شاء الله عملت الحله الكبيره اللي انا بحشي فيها اللي هوريها لكم دلوقتي دي بتكفينا يومين. اما بيبقى ورايا مشوار تاني يوم زي ما انا قايله لكم كتير قبل كده، ببقى عامله محشي عشان خاطر يبقى عندي اكل جاهز اطلع على طول اسخن وخلاص. تمام. قلت بقى اشوح البطايه بتاعتي واسيبها بقى على النار تتشوح، على ما الرز برضو يتشوح كده على النار. الحله الفاضيه ديت ما تاخدوش بالكم منها، ده كان فيها فشار البنات بيعملوه. انا بحب اشوح البط والفراخ، انما اللحمه بحب اسلقها يعني احطها في ميه مغليه. تمام. انا نقع في خل في قصدي في ليمون وملح، ما بحطش خل في الغسيل خالص خالص خالص. اوعي تحطي خل في الغسيل، بيهري الانسجه بتاعه الفراخ واللحوم والاسماك حتى.
ممكن تتبلي بيه عشان يسهل معاكي عمليه التسويه، يسوي معاكي بسرعه، انما اوعي تحطيه في النقع بتاعك. انا كنت زمان بحطه بس رجعت بطلت احطه. حتى الناس اللي بتقول حطوا طحينه، الطحينه عامه سعرها عالي قوي، وكمان انا ما بحطهاش عشان بحس ان هي تحس ان هي مزيته كده في الخلطه بتاعتي. تمام. انا بقى دلوقتي بحط ورق اللورا والحبهان والقرفه والمستكه وكل الحاجات الخاصه بالبطايه. انا هعمل ايه؟ انا عندي صلصه كانت عندي طماطم كده سويتها بعرقها، وعملت ايه بقى؟ حطيت هاخد منها معلقه كده احطها عليها. فعندي فلفل وعندي بصل هحطهم برضو، هقطعهم كده واحطهم عليه. بحب افتح المستكه كده علشان خاطر ايه تطلع كل الريحه بتاعتها والخلاصه بتاعتها في الشوربه نفسها او في نكهه الشوربه. طبعا انا لو حاشيه فرخه او حاشيه بطه مش هينفع اشوحها، هديلها تشويحه في طاسه لوحدها وبعدين اسقطها في ميه مغليه، عشان في فرق بين طبخ المحشي الحاجات المحشيه وطبخ الفراخ او البط العادي خالص. تمام. انا جهزت حاجتي كده دلوقتي، هسيبهم بقى على النار، ده يتشوح وده يتشوح، بس ايدي في الرز يعني هقلب الرز برضو، وهبدا ان انا عفوا مش عارفه صاحيه الصبح صوتي مش مظبوط. هبدا بقى ان انا احشي على ما اخلص. شوفوا البصل اهو انا مجهزاه ومخرطاه، يا دوبك بس هقطعه كده على وش الفراخ، بدي لها ريحه حلوه. وعندي كام فص توم، انا بقى الصبح صحيت قشرت شويه توم، وكل حاجه عندي كانت جاهزه فما اشتغلتش خالص. الحاجه الوحيده اللي نسيت احطها في المحشي قرن شطه وقرنين فلفل، بيدوا ريحه حلوه قوي للمحشي. بس انا عملت ايه؟ حشيت قرن فلفل في وسط حله المحشي، فهيخلي معايا العمل مظبوط، يعني الريحه بتاعه الفلفل هتبقى موجوده برضو في المحشي، بس احنا بنحبه حار شويه. انا بفرم دلوقتي كام فص توم اهو عشان الشوربه بتاعتي تبقى ريحتها حلوه. اللهم اني استغفرك واتوب اليك، اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس يا ارحم الراحمين. اخلص بقى المحشي وهنشوف هنعمل ايه. اولا لو انت حابه تخليلي فلفل، عشان الوقت بتاع تخليل الفلفل قليل خالص، الفلفل انا مسكته غسلته وفرشته على قماشه وبعدين نشفته من الميه كويس وحطيته على صينيه يومين 3 4. الفلفل بتاع التخليل اللي هو الشطه اسيبه يدبل خالص لغايه اما تحس ان هو كرمش كده ودبل خالص. تمام. زي ما بتركني مثلا خضار في التلاجة شويه وتلاقيه بدا يكرمش كده كده، يبقى تمام قوي. هنبدا نخلله. طب انا ما بخللوش وهو طازه ليه؟ عشان بيعمل معايا اما يتخلل قشره خارجيه، يعني الفلفل تلاقيه دايب من جوه عجين ومن بره القشره اللي هي اللمعه الناشفه الصعبه دي. تمام. ادي المحشي اتحشى اهو، هبدا ان انا اعقده. فعشان كده انا بدبل الخضار بتاعي اللي بخلله كويس جدا. ادي اهو شايفين ده لسه اللي هو الاحمر اللي هحطه في المش، وهاخد منه شويه افرمهم كده للمخلل بتاع الفلفل بتاعنا. تمام. ده هحطه في المش سليم لان انا جبت كتير وفرمت وحطيت في المش عشان يبقى حراق. ولادي بيحبوا المش الحراق، فما شاء الله حلو قوي. انا حتى ايدي متعوره، يعني شايفين ايدي صوابعي متعوره من السكينه وانا بنضف البط. بشيل بقى القمع الاخضر ده عشان في المش هيبقى مش لطيف، يعني مش احسن حاجه. وهحط، شايفين انا فرشاه ازاي؟ غسلته كويس وحطيته في القماشه الكبيره دي عشان ما يبقاش فيه ميه خالص. المش لو جاله ميه بيمرر وبسمر او بيعفن، يعني بمعنى اصح. الفلفل الصغير ده حراق موت، فاما يتحط في المش هيخلي المش معاكي عسل عسل عسل. اللي مش بيحب الحراق ممكن ما يحطوش عادي، بس هو عامه بيمنع الدود وبيمنع اي عفونه على وش المش، بيخلي المش عسل. هخلص بقى الكميه كلها وانا طالعه العصر اعرف الطيور، هطلعه وافضيه على وش المش واغطي البرطمان كويس جدا. تمام. وبعد كده بقى هعمل ايه؟ هعمل المخلل بتاعنا بتاع الفلفل، بس بعد ما اخلص بقى اشغل النار على المحشي. هوريكم بس الفلفل ما شاء الله شايفين دبل ازاي اهو، شايفين مكرمش ازاي؟ ده اللي انا بقول لكم عليه، يقعد كده كام يوم لغايه اما يكرمش خالص زي ما انتم شايفين. الطريقه دي احسن طريقه لمخلل الفلفل. في المطاعم بيعملوه كده على فكره، انا ما فتحتوش برضو وانا بخلله وهقول لكم. الشوربه بتغلي اهي ودخلت في سوا. طبعا الكهرباء كانت قاطعه وانا مشغله بس الشباك، فالشمس عكس الاضاءه معايا. البطايه خلاص دخلت في سوا اهي، وانا زودت ميه علشان خاطر تبقى عندي شوربه اعمل شويه ملوخيه. هي خلاص ما شاء الله دخلت في سوا. هنبدا نعقد للمحشي بقى يستوى براحته ويردد براحته ويبقى عسل.
شايفين المحشي؟ هقول لكم بقى البنات الصغيرين اللي ما بيعرفوش عقد المحشي، انا بحط للمحشي لبن بيخليه ريحته في حتة تانية خالص. شفتوا المحشي الفلاحي بتاع زمان اللي بالقشطة؟ احنا هنعمله بالطريقة السهلة البسيطة دي. المحشي عايزاه ينجح معاكي، ما تلاقوش من النص محصحص ومن الجنوب مستوي ومعجن، وفي نفس الوقت ملحه مظبوط وكل حاجة مظبوطة. هقول لك على كل التريكات اللي تخلي المحشي يبقى مظبوط معاك. بصوا بقى انا عملت ايه بقى. انا عندي مرقه بودر بتشترى من عند العطار اللي بنعمل بيها الناجتس، خدت معلقه واحده بس حطيتها لان لقيت الشوربه مش سمينه، يعني هو بط بس ما هوش سمين قوي، يعني مفيش فيه دهون كتير، فقلت دي تطعم معايا المرقه بتاعتي. تمام. انا بقى بفضي مرقه لغايه اللي قبل اخر صباع بشويه، عشان هحط شويه من اللبن اللي انا هحطه هيديله ريحه حلوه قوي وطعم حلو. تمام. لو انت ما عندكيش لبن بقى ممكن تعملي ايه، شفت وش اللبن اللي انت بتحشيه في جنب خالص كده بعيد عن اللبن، لما بتعملي تغلي شويه لبن وتبيتيهم في التلاجة تلاقيها طلعت قشطه. خدي معلقه قشطه من الحلوه دي فرديها على وش المحشي، وبصي كل الضيوف اللي هياكلوا من المحشي بتاعك هيحلفوا ان مداقه في حلاوته. تمام. المحشي ما تحطلوش الميه بتاعته او اللبن بتاعه العقد بتاعه وتغطي عليه وتسيبيه على كده، لا، هوريكي حركه دلوقتي هتعمليها هتنجح معاكي المحشي. انا بهز الحله جامد جدا بحيث ان المرقه تنزل في الحله من تحت. دي اول حاجه هنقولها عليها. تاني حاجه بمسك المعلقه وابدا افرد كده بين الحله، افتح مسافه كده بحيث ان المرقه تنزل للحله من تحت. من اول صباع لاخر صباع هتلاقيه نفس درجه السوى اللي انت بتحبي تسويه، المحشي المظبوط التمام من اول صباع لاخر صباع. تمام. انا حطيت كام مغرفه من اللبن اهو. طبعا بقى ايه العيق دلوقتي قليل، هو باين قدامكم ان هو يا دوبك مغطي اهو. هوريكم انا هعمل ايه، هحط كمان مرقه وهوريكم، لان المرقه بتبقى ليها معيار مظبوط زي ما قلت لكم. ههزه هزه محترمه جدا. الحله دي كبيره قوي زي ما قلت لكم، بتكفينا يومين الحمد لله يعني، لان ايه اما بيبقى ورايا مشوار تاني يوم ببقى عامله حساب. شوفوا بعمل ايه. انا بحوش حته بس ايه مستكه كده، كنت ببقى فتحها مع بهز المحشي زي ما انتم شايفين عشان المرقه تنزل تحت. دي اول حاجه. شوفوا المرقه كلها اختفت خالص اهي، لان كان تحت لسه ما وصلوش مرقه. المعلقه بقى بضغط بفتح كده فتحات عشان بحيث اعرف مقدار المرقه اللي عندي وانزل في نص الحله، المرقه تبقى مظبوطه تغلي من جميع النواحي وتبقى المرقه مظبوطه. شوفوا بالرغم من ان انا كنت عاملاها اللي يشوفها يقول ده مظبوط، لا، اللي انا بحطه ده هو المظبوط اهو. يا دوبك اخر صباع ما بيبقاش متغطي من بالمرقه او باللبن بتاعنا. تمام. انا حطيت المعلقه دي ليه بقى؟ عشان في كذا حد قال لي المحشي بحطه بيفور وبيغرق البوتاجاز وبتحرق وبتعبني قوي. بحط المعلقه دي عشان لما يغلي الحله الغطا بتاعها ما يترفعش وينزل كده، وفي نفس الوقت ما يوقعش مرقه منه على الحله يعني على ارضيه البوتاجاز. تمام. هيغلي براحته من غير ما يوقع ولا نقطه مرقه من بتاعته. خلصنا المحشي بقى والحمد لله واتغدينا. والله العظيم كان فيه مقطع اللي انا غارفه فيه المحشي على تليفون ابني، لان كان تليفوني فيه عطل يعني، انا اسفه بقى ان انا ما نزلتلكوش. ممكن انزله ريلز كده هوريه لكم ان شاء الله بعد الحلقه دي على طول. تمام. هعمل ايه بقى؟ اتغدينا وخلاص وعينت المحشي الزياده والمرقه الزياده اللي هنعمل بيها ملوخيه للفطار. هعمل بقى ايه المخلل بتاعنا. شوفوا اهم حاجه في المخلل الفلفل بالذات ان هو يدبل، لان لو ما دبلش ما بتلاقيش فيه الزجزجه اللي انت بتشتريها كده، بتحس ان هو دبلان كده معاك، بتلاقيه بقى ايه من جوه معجن ومن بره القشره بتاعته اللي هي بتلمع دي ناشفه جدا. تمام. انما ده طريقه المخلل المظبوط. انا بقطع بس الراس بتاعته دي عشان ما ياخدش معايا مساحه. كان عندي كام قرن حمر اللي انا قلت لكم عليهم وانا بعمل بتاع المش في اول الحلقه، فرمتهم مع كام فص توم. التوم بقى هيديله ريحه حلوه قوي. ما حطيتش عليهم ملح ولا حاجه، انا كده كده بزود الملح شويه في الشرش بتاع او العقد بتاع المخلل بتاعنا. شوف انا عملت كذا حاجه النهارده والحمد لله انجزت. هحط بقى جزء منه علشان خاطر يبقى تحت في ارضيه اللي معانا البرطمان اللي بنخلل فيه، وهبدا اكمل الكميه كلها. خلصت الكميه كلها. انا طبعا غاليه ميه من بدري وعامله حساب ان انا فيه مخلل يعني عشان الميه تبرد معايا. الميه بعد ما بردت وبقت تمام التمام هحط لها بقى ايه الملح. طب انا بحط الملح ازاي؟ لو انت عايزه ملحها واطي براحتك، انا يعني بحب اعمله كده بزياده شويه، لان الفلفل لما يشرب من الملح العقد بتاعه هيهدى اصلا هيقل. تمام. يعني الملح بتاعه هيقل شويه. فالمخلل ده انا هركنه شويه لان انا لسه عندي الحمد لله ليمون من اللي انا مخللاه معاكم بالطماطم، طعمه خطير دايب دوب زبده، تقولي زبده كده عسل عسل عسل. هحط بقى بودره زعفران نقطه صغيره. طب ليه اللي انا حطيته ده؟ انا ما بحبش احط الوان ولا حاجه في المخللات، بس بودره الزعفران لان نوع الفلفل ده اللي هو النوع الاخضر الغامق مش الاخضر الفاتح. تمام. فعايزه اما يستوي اجي اطلعه يكون لونه فاتح شويه مش لونه مسود،
فعايزاه لونه يبقى فاتح، فحطيت الذره الصغيره اللي انتوا شفتوها دي. هنزل بقى بالميه بتاعتنا وهبدا اظبط الميه المعيار اللي انا هحطه للمخلل. طيب في وش البرطمان المخلل هيعوم على الوش، الفلفل اللي بيعوم هيبوظ معايا. هعمل ايه؟ همسك بقى كيس كده وادخله في كل جنوب البرطمان بتاعي بحيث ان هو يضغط على الفلفل اللي تحت. الكيس في ايدي اهو، عايزه بس اظبط الكاميرا عليه عشان تشوف. انا حطيت الميه بتاعتي اهي، هضغط بقى. شوفوا انا بدخله في الجنوب كلها داير ما يدور عشان خاطر ينزل معايا. شايفين اهو. اهم حاجه الفلفل بتاعي احس ان هو غطس في الميه كده علشان خاطر مفيش حاجه منه تبوظ. تمام كده تمام. او انا ما حطيتش زيت ولا حاجه لان الفلفل ما بحطلوش زيت، انا بحط زيت لجميع المخللات. الفلفل يعني مش قوي يعني عشان ما يزيدش ايديا وانا بطلعه، هو كده كده بيبقى فيه لمعه لوحده. تمام. هحط بقى ايه، هربط الغطا بتاعي بما اني هركنه فهيتعفر معايا لان هطلعه فوق في الشقه اللي فوق. ماشي، عامله اوضه كده للخزين بحط فيها حاجتي فهيتعفر معايا. فانا عملت ايه، حطيت كيس عشان برضو ما فيش هواء يخش، ثانيا علشان الغطا ما يبقاش مش نظيف. وهرجع اخد البرطمان ده كله احطه في كيس واربطه. اي مخلل عايزاه ينجح معاكي حطيه في حاجه ضلمه يعني ضلمي عليها، حطه في كيس اسمر وعينه في جنب مظلم. اي مخلل ينجح حطيه في مكان مظلم وهو يبقى جميل معاكي جدا. اتمنى حلقه النهارده تحوز رضاكم. الى اللقاء يا احلى عيله في الدنيا، وادي احلى مخلل عملناه مع بعض. تمام.